فكرة: قصص الحيوانات الناطقة بسيطة. حيوانات تتصرف وتتكلم زي البشر. غالبا ما تستخدم هذه القصص لتعليم الأطفال دروسا أخلاقية بطريقة ممتعة، أو لانتقاد المجتمع بطريقة غير مباشرة. تاريخيا، نجد أمثلة لهذه القصص في الأدب القديم زي حكايات إيسوب. تطورت مع الوقت وظهرت في القصص الشعبية والأفلام والمسلسلات الكرتونية. الشخصيات الحيوانية الناطقة ممكن تكون لطيفة ومرحة أو شريرة وماكرة، ودوب يساعد في بناء حبكة القصة وجذب انتباه الجمهور. وكمين، وجود الحيوانات الناطقة بيسمح للكتاب والمخرجين باستكشاف مواضيع معقدة زي الصداقة والعدالة والتسامح بطريقة بسيطة ومؤثرة. أمثلة على ذلك: مزرعة الحيوانات لجورج أورويل، أو أفلام ديزني زي الأسد الملك. نجمة مثال على استخدام الأرقام والتواريخ بالعربي. نجمة تم نشر حكايات إيسوب منذ حوالي 2500 سنة. نجمة تم عرض فيلم الأسد الملك لأول مرة في عام 1994. نجمة قد يحتاج الطفل إلى 53 دقيقة للاستمتاع بقصة حيوانات ناطقة.